صباح الخير، معكم أحمد مطر من شركة أسطول لتداول الأوراق المالية من قسم التحليل الفني. خلونا نبتدي نعلق على أول ساعة تداول في 2026. كل عام وحضراتكم بخير. نبتدي بالمؤشر التلاتيني اي جي اكس 30 اللي ابتدى النهارده بصعود طفيف كده على استحياء، وجرب على مستويات ال 42,000 ثم عاود الهبوط. حاليا دلوقتي بيتداول عند مستويات ال 41,671، دي بقرب مستويات الدعم الفرعي بتاعنا اللي هو ال 41,600. وبشكل عام دلوقتي دعمنا على المدى قصير الأجل هو منطقة ال 41,000 40,900. وبشكل عام يتحرك المؤشر التلاتيني اي جي اكس 30 في اتجاه عام صاعد وتسيطر ايجابيه طول ما احنا على ال 39,500 بشكل عام. بعد كده نبتدي نتكلم على الاي جي اكس 70. الاي جي اكس 70 عندنا دلوقتي مخترق منطقه ال 13,090 نقطه. حاليا عندنا مستويات المقاومه بتاعتنا هي الهيستوريكال هاي ال 23 13,224. دي مستويات المقاومة بتاعتنا. دعمنا الفرعي هو مستويات ال 13,100، ودعمنا الرئيسي اللي يفضل السهم مؤشر إيجابي طول ما هو أعلاه هو ال 12,750. نيجي بعد كده للمؤشر المئوي، ما زال برضه في حركة إيجابية. ابتدى النهاردة يجرب على مستويات ال 17,500 اللي كانت مستهدفة ليه. 17,580 وصل لغاية 17,526، وابتدى برضه في التهديات. حاليا احنا دلوقتي في حركة في تهديات بشكل عام في السوق. عندنا دلوقتي دعمنا الفرعي في الاي جي اكس 100 هو 13,700، وبشكل عام الاي جي اكس 100 تفضل تتحرك في اتجاه صاعد طول ما هو اعلى مستويات ال 17,000. نبتدي بالاسهم الايجابية في السوق. عندنا اول سهم واللي هو خاطف الانظار عندنا جنوب الوادي باختراقه 8 جنيه 70، مستويات المقاومة 8 جنيه 70، وارتكازه عليها هيبقى عندنا مستهدفات 9 جنيه 55 10 جنيه فلات. بس اهم حاجه لينا نبتدي نرفع مستويات حمايه الارباح بتاعتنا لل 8 جنيه 30 قرش. تاني سهم معانا اسك للتعدين فتح بفجوه اوبن جاب. عندنا دلوقتي اخترق بيها المستويات ال 43 قرش، ال 43 جنيه 95 قرش. حاليا بالنسبه لنا بنبتدي نرفع مستويات حمايه الارباح بتاعتنا لل 42 جنيه 60 قرش. مستهدفنا في السهم ان شاء الله المستويات ال 49 جنيه 30 قرش. ده بالنسبة لسهم أسك. عندنا السهم اللي معانا الجاي سهم القاهرة للزيت والصابون. القاهرة للزيت والصابون بيأكد بالفعل إيجابيته واختراق المقاومة اللي كان مخترقها يوم الأربعاء اللي فات الجنيه 55. النهاردة برضو أكد عليها وابتدى يوصل لمستهدفات عندنا الجنيه 66، وابتدى يريح من عندها. أهم حاجة لينا يفضل السهم يتداول أعلى مستويات الجنيه 55، ونبتدي نرفع حماية الأرباح بتاعتنا للجنيه 48 قرش. بالنسبة للسهم الجاي معانا يونيفرسال عنده دلوقتي ابتدى اختراق ال 29 قرش وارتكز أعلاها بقاله كده دلوقتي داخل في الجلسة الخامسة. أهم حاجة لينا نفضل نتداول أعلى ال 29 قرش. مستهدفاتنا ال 31 قرش 5 مليم، مستهدف رئيسي 35 قرش. سهم مصر ألمونيوم إيجال ابتدى السهم يخترق يوم الأربعاء اللي فات برضه مستويات المقاومة ليه ال 230 جنيه، وابتدى حاليا يوصل لمستهدفات أولى علينا 245 جنيه. نبتدي نراقب المستهدفات دي بشكل عام ونرفع مستويات حماية الأرباح بتاعتنا لمستويات ال 230 جنيه. عندنا دلوقتي المستهدف الجاي إن شاء الله ال 260 جنيه بشكل عام في سهم مصر ألمونيوم. سهم رايا النهارده بشكل عام بيبتدي يخترق مستويات ال 3 جنيه 45 قرش، ووصل لغايه النهارده 3 جنيه 59 قرش، وابتدى يهدي. حاليا بيتداول عند مستويات ال 3 جنيه 54 قرش. اهم حاجه لينا اختراق ال 3 جنيه 55 قرش والارتكاز عليها. وبشكل عام الستوب لوس بتاعنا في رايا هو مستويات ال 3 جنيه وربع. كان معكم احمد مطر من شركه اسطول لتداول الاوراق الماليه. ديسكليمر هام جدا. هذا التقرير بناء على بيانات متاحه للجميع من شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، ولا تعد توصية بالشراء أو البيع. وشركة أسطول غير مسؤولة أي مسؤولية عن أي قرارات استثمارية بناء على هذا التقرير. شكرا.